بتبدأ حكايتنا مع إسماعيل وحجازي، اتنين صحاب مع بعض من صغرهم. إسماعيل بيكون نازل من على سطح عمارة لسرقة مكتب محامي، وحجازي بيكون فوق السطح منزله بحبل. بيوصل إسماعيل للمكتب وبينجح إنه يفتح الخزنة وبياخد كل حاجة موجودة فيها، وبيقدر يعطل الكاميرات ويسرق الهاردات الموجودة، وبيرن على حجازي علشان يسحبه، ولكن بيكون تليفون حجازي مشغول لأن بترن عليه حبيبته فتنة، وحجازي مشغول بيعمل حمام. وبيتحرك واحد من الأمن وبيلاحظ وجود شقه متعلق وبيحاول يهرب. وقتها بيعرف حجازي إن شقه في خطر، وبيحاول يسحب الحبل وشقه بيكون بيضرب في الأمن تحت، وبيعلق واحد من أفراد الأمن وبيسحبه حجازي من فوق، ولكن بيكتشف إن هو مش صاحبه فبيسيبه وبينزل يجري بسرعة. ولكن بيكون إسماعيل قدر يخلص عليهم لوحده ونجح إنه يهرب، وبيوصلوا لبيتهم. وحجازي بيتكلم عن الدكتورة وبتكون هي اللي بتدلهم عن الأماكن اللي بيسرقوها، ولكن حجازي بيكون مش حابب يتعامل مع الدكتورة، وبيعرفوا شقه إنهم مع الدكتورة هيكونوا في أمان. وبيوصل محروس وبيكون شريكهم التالت وبيقول لهم كل المعلومات عن سرقتهم الجاية، واللي بتكون عن قصر السواعدي، راجل أعمال كبير ولكنه مريض، وسرقتهم هتكون عبارة عن خزنة كبيرة في أوضة راجل الأعمال السواعدي. وبيكون صعب جدا سرقة الخزنة دي لأن مفتاحها بيكون دايما متعلق في رقبة السواعدي وما بيتقلعش غير لما بيستحمى أو لما بيبقى ابنه كرم موجود. وبيكون حجازي قلقان من سرقة القصر، ولكن إسماعيل بيعرفه إن ممكن يجيب صاحبه قني، ولكن حجازي بيرفض إن أي حد يطلع مع إسماعيل غيره. فإسماعيل بيعرف حجازي إنه لازم يجهز كل حاجة سرقوها من مكتب المحامي علشان يديها للدكتورة. وبيوصل حجازي وإسماعيل لقصر الدكتورة، وبيحكي حجازي عن الدكتورة قد إيه هي ست مش بترحم، لدرجة إنها بتولع في أي حد يخونها. وبيوصل إسماعيل للدكتورة وبتسأله هيعمل إيه في قصر السواعدي، وبتعرفه إن يجيب كل حاجة موجودة بالخزنة. وبيخرج من عند الدكتورة وبيطلع إسماعيل وحجازي بيوصلوا الكباريه، وهناك بنعرف فتنة حبيبة حجازي. وبيقعد إسماعيل وحجازي ومحروس مع بعض، ولكن إسماعيل بيسيبهم ويقوم يكلم واحدة، وبيفضل محروس يقنع حجازي إن يجيب اللي هيتسرق من قصر السواعدي ويصرفه ويجيب له مكانه فلوس كتير. وبيحاول يعرفه إن الدكتورة بتكرهه وما ينفعش نشتغل معاها. وبيتخانق حجازي مع محروس وبيمشي، وبيقعد حجازي مع فتنة وبيفضل شيء ويخطط إزاي هيسرق قصر السواعدي. وبتكون خطته إنه يجيب حتة قماش ومحروس يوصلها للحتة بتاعته وهي تحطها في قفص الكلاب. بعد يومين هيكون البق والبراغيث مالوا المكان كله لحد ما يوصلوا أوضة السواعدي. وفعلا ده اللي حصل، وكلموا الشركة الألمانية علشان ترش القصر، والشركة دي كانت عبارة عن محروس وحجازي وإسماعيل. ووصلوا القصر وكان شقه مدي محروس فلاشة يديها للبت بتاعته في القصر تحطها في الكاميرات علشان تثبت الكاميرات لمدة ساعة كأنهم مش موجودين. وبتكون خطة شقه إن العملية ما تاخدش معاهم أكتر من ساعة ويكونوا مخلصين كل حاجة. وبيبدأ إسماعيل وحجازي يرشوا الجنينة، وبيكون راجل الأعمال السواعدي قاعد في الأوضة والممرضة معاه بتديه جلسات الأكسجين. وبيدخل عليهم إسماعيل وحجازي، وبيبدأ حجازي يهدد الممرضة إنها لو عملت أي صوت هيقتلها. وإسماعيل بيكون بيدور على مفتاح الخزنة في الأوضة، وإسماعيل بيعرف إن السواعدي لسه مستحمي والمفتاح مش موجود في رقبته، والممرضة هي اللي بتكون مخبية المفتاح منهم. وبيحاول السواعدي يرن على حد ينقذه، ولكن إسماعيل بيكتشف ده وبياخد منه التليفون. وإسماعيل بيهدد الممرضة إنه عارف إنها هي اللي مخبية المفتاح وبيحاول يعرف منها مكانه. وحجازي بيكون بيهدد في السواعدي، ولكن بيبدأ قلب السواعدي إنه يتوقف وبيموت. وإسماعيل بيهدد الممرضة إنها لو صرخت هيقتلها، وبيعرف إن معاها طفل اسمه وليد، وبيعرفها إنه كده كده هياخد المفتاح وهيفتح الخزنة، وبيتعرفوا مكان المفتاح. وبينجح إسماعيل وحجازي في فتح الخزنة وبياخد كل حاجة موجودة. وبتكون الممرضة جوه الخزنة معاهم وبتحاول إنها تدوس على جرس الإنذار، وقبل ما تعمل كده بيشوفها حجازي وبيضربها فبتقع على الأرض، وبيكون هموتها، ولكن بيمسكوا إسماعيل وبيعرفوا إنه ما ينفعش يقتلها. وبيجيب إسماعيل فوطة وبيربط لها الجرح علشان يوقف النزيف، وبعد ما بيخلصوا بيخرجها لبره معاهم علشان يمشوا. وعلى البوابة بيوقفهم الأمن وبيكون عايز يفتش العربية، وبيعرفهم محروس إنه مواد الرش خلصت وخارج يجيب ليهم مواد وجاي. وبيطلع الأمن يفتش العربية وبيشم ريحة وحشة جدا، وبيسأل محروس ولكن بيعرفهم إن دي ريحة مواد الرش، وبينجحوا في الخروج من غير ما حد يعرف. وبيوصلوا البيت، وحجازي بيحاول إنه يكلم إسماعيل، ولكن إسماعيل رافض إنه يرد عليه، وبيكون متضايق جدا على الراجل اللي مات والبنت الممرضة اللي ممكن تموت. وبتوصل فتنة حبيبة حجازي وبتعرف من كلامه إنه موت حد، وبتبدأ تتخانق معاه، وبيحاول يفهمها إنه راجل كبير ومات لوحده وإن هو ما كلموش. وفي قصر السواعدي بتعرف الشرطة بموت رجل أعمال، وبيظهر ابنه كرم وهو حالف إنه ينتقم من اللي كانوا السبب في موت أبوه.
وبيصحى إسماعيل وبيعرف من الأخبار موت السواعدي ودخول الممرضة المستشفى ما بين الحياة والموت، وبيلاحظ إن الحاجة اللي سرقوها من خزنة السواعدي مش موجودة، فبيرن على حجازي يعرف منه مكان الحاجة فين. وبيوصل حجازي وبيعرفه إنه أخد الحاجة علشان يصرفها لوحده، وإنه مش عايز يتعامل مع الدكتورة، وإنه بيكرهها ومش عايز يرجع له الحاجة. وبيتخانق معاه إسماعيل وبيعرفه إن الدكتورة محتاجة الحاجة وإنهم ما يقدروش عليها، ولازم الحاجة ترجع في خلال يومين. وبيوصل إسماعيل لمكان المستشفى علشان يطمن على الممرضة، وبيعرفهم إن هو من جمعية خيرية بتحاول تساعد الناس اللي محتاجة، وبيطلب رقم علشان يطمن عليهم. وبيوصل حجازي المحروس علشان يرجع الحاجة منه، ولكن بيعرفوا محروس إنهم اتفقوا إنه هياخد الحاجة ويديه فلوس، بس بيتخانق حجازي مع رجالة محروس ولكنه مش بيقدر عليهم. وبيخرج وبيتواصل محروس مع كرم ابن السواعدي عشان يرجع له الحاجة مقابل 5 مليون جنيه. وبتكون الحاجة اللي في الخزنة عبارة عن فيديوهات لناس مهمة في البلد. وبيوصل إسماعيل البيت وبيطلب من حجازي إن يجيله البيت، وبيخش ينام وبيصحى على صوت حجازي وبيشوفه وهو عايز يقطع رجله علشان ما سمعش كلامه ومشي من وراه. وبيعرفوا إن الحاجة عند محروس وهو اللي سخنه علشان ياخد الحاجة يبيعوها، وراح له عشان ياخدها ولكن ضربه هو ورجالته. وبيعرفوا إسماعيل إنهم هيروحوا ياخدوا الحاجة ويرجعوا. وبيطلع إسماعيل وحجازي على محروس وبيضربوا أي حد يقابلوه من رجالة محروس. وبيفضل إسماعيل وحجازي يضربوا الرجالة، ومحروس واقف مرعوب بيبص عليهم. وبيوصلوا المحروس وبيضربوه وبياخدوا الحاجة. وبيطلع إسماعيل على الدكتورة وبيديها الحاجة وبتسأله اتأخر ليه، وبيعرفها إن كان في مشاكل ومحبش يظهر الأيام اللي فاتت. وبنشوف الممرضة واللي بيكون اسمها فاطمة وهي ماشية في الشارع وبتكون خايفة جدا. ولما بتوصل البيت بيكون إسماعيل موجود هناك، وهو اللي نصحها تخرج للشارع وتنسى أي حاجة حصلت. وبتكون فاطمة وأمها مبسوطين جدا بوجوده وسطهم. ولما بينزل إسماعيل بنشوف الضابط وهو بيراقب بيت فاطمة الممرضة، وبيكون مستغرب جدا من إسماعيل وبيسأل هل بتوع الجمعية الخيرية بيجوا للناس بيتهم يطمنوا عليهم دايما. وبنروح لمحروس وهو مضروب وفي رجالة عايزة تدفنه، وبيكون كرم ابن السواعدي بيطلب منه يقول كل حاجة وإلا هيموته. وبيعترف على إسماعيل وحجازي إنهم هم اللي سرقوا وكانوا السبب في موت أبوه، وبيطلب من رجالته إنهم يخلصوا على محروس. وبنروح لإسماعيل وهو رايح لفاطمة علشان يوصلها للقسم علشان تكمل التحقيق في قضية موت السواعدي. وفي الطريق بيحاول يفهم منها عارفة إيه عن القضية، وعايز يتأكد إنها مش عارفة أي حاجة عنهم غير إن كان بيندهوا ببعض بشيء، وبيتوهها إنه ممكن كان بينده بشفيق أو شيء. وبتخلص فاطمة التحقيق وبتنزل تقابل إسماعيل عشان يوصلها، وبيكون عازمها في مطعم وبيحاول يقرب منها أكتر. وبنروح لحجازي اللي بيكون في ناس بتجري وراه وبتضرب عليه نار، وبيفضل يرن على إسماعيل عشان يلحقه ولكن إسماعيل مش بيرد عليه، وبيكون قاعد مع فاطمة. وبيلاحظ إسماعيل إن حجازي بيرن عليه كتير، فبيقرر يرد. وبيعرفوا حجازي إن في رجالة بتجري وراه وبيضربوا عليه نار، بيقول له يروح بيهم على مكان خاص. وأول ما بيقفل معاه بيعرف فاطمة إنه لازم يمشي دلوقتي ووراه حاجة مهمة. وبنروح لحجازي وحبيبته فتنة للمكان اللي قال لهم عليه إسماعيل، وبينجحوا إنهم يستخبوا. ولكن فتنة بتلاحظ وجود فار وبتخاف جدا فبتصرخ، وده بيخلي العصابة تعرف مكانهم. فبيجري حجازي وفتنة وبيضربوا عليهم نار وبيحاولوا يستخبوا منهم. وبعد ما كان خلاص يمسكوهم بيظهر إسماعيل وهو في العربية بتاعته وبيخلص عليهم. وبينزل ينده على فتنة وحجازي وكان هيركبوا معاه، ولكن بيعرفوا إنهم يركبوا عربية بره. وقبل ما يمشي إسماعيل بيصور حد من الرجالة علشان يعرفهم تبع مين. وبيوصلوا للبيت وحجازي بيكون شاكك إن دول تبع رجالة محروس، ولكن إسماعيل بيعرفه إنه كلم صاحبه قني وعرفه إن دول رجالة كرم السواعدي. وبيروح للدكتورة وبيكلمها حد في التليفون وبيعرفه إن الحاجات اللي اتسرقت من الخزنة ناقصة وما فيهاش الهارد ديسك. وبيعرفها إنه كرم ابن السواعدي عرف حجازي وإسماعيل وقتل محروس، وبيفهمها إن لو كرم عرف إن هي اللي ورا الموضوع مش هيرحمها. وبتحاول الدكتورة إنها تكلم إسماعيل ولكنها بتلاقيه مش بيرد عليها. وبنروح لفاطمة وفي واحد بيتهجم على بيتهم وبيضرب أمها، وبيعرف أهل المنطقة إنها ماشية مع إسماعيل. فبترن فاطمة على إسماعيل بسرعة وبتعرفه اللي حصل معاه. فبيكلم حجازي وبيعرفوا إن هم رايحين يتخانقوا. وبيوصل إسماعيل هناك وبيضربوا الراجل ورجالته، وبيعرفوا إن لو ما مشيش من المنطقة دي هيرجع يخلص عليه. وبيهددوا حجازي كمان بإنه لازم يسمع كلام إسماعيل وإلا هيرجع يقتله. هما ماشيين بتقابلهم الدكتورة وبتوقفهم، وبتعرف إسماعيل إن الحاجة اللي جابها كانت ناقصة، ولكن إسماعيل بيقول لها إنه جاب لها كل حاجة كانت موجودة في الخزنة. وبتعرفوا إنه اتكشف هو وصاحبه وكرم عرفهم، ولازم علشان يخلص الموضوع ده يقتل كرم، وبتديله العنوان. وبنروح لكرم وهو ببيته وبيكون في حد جايله علشان يدله على مكان إسماعيل وحجازي بشرط إنه يدفع له فلوس مقابل ده. وبيعرفوا كرم إنه يعرف عنه كل حاجة ويعرف مكان أخته. وبنعرف إن ده قني صاحب إسماعيل،
وبيتفق معاه إنه خلال أسبوع هيسلموا إسماعيل وحجازي. وبيروح لضابط الشرطة وبيكون بيراقب إسماعيل، وبيشك إزاي راجل صاحب جمعية خيرية بيكون يعرف واحد زي حجازي مسجل. وبيأمر زميله إنه يطلع أمر ضبط وإحضار من النيابة لإسماعيل لأن بيكون شاكك فيه. وبنروح للدكتورة وبتكون راحت لحجازي بيته علشان تعرفه إنه صاحبه إسماعيل بيحب فاطمة الممرضة اللي كانت في بيت السواعدي، وبتطلب منه يقتل كرم ابن السواعدي. وبنروح لفاطمة وإسماعيل واللي بيكون بيعترف لها إنه بيحبها وعايز يتجوزها، ولكن بيدخل عليه حجازي وكان هيندهه بشيء، ولكن إسماعيل بيسكته بسرعة وبيعرف فاطمة إن ده صاحبه حجازي، وبيعرفها إنهم أكتر من الأخوات وإنهم بيحكوا لبعض كل حاجة. وبيخرج حجازي وبيعرف إسماعيل إنه مستنيه في المكان اللي دايما بيتقابلوا فيه. وبيطلع إسماعيل وبيروح لحجازي وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض، وبيعرفوا حجازي إنه كان المفروض يحكي له كل حاجة وإنه ما ينفعش يتجوز فاطمة، ولكن إسماعيل بيعرفه إنه بيحبها وهيبطل يمشي شمال تاني. وبيمشي حجازي البيت حبيبته فتنة وبيفضل يزعق وبيعرفها إن إسماعيل بيحبه وعايز يبطل، ولكن حبيبته بتعرفه إن المفروض يسيبه براحته وكويس إنه عايز يبطل والمفروض يبطل هو كمان. وبنروح لفاطمة هي وأمها اللي ماشيين في الشارع، وواحد بيخبط فاطمة وبيوقعها، ولما بتقوم بتكتشف إن ابنها اتخطف. وبتوصل لها رسالة من حجازي بتعرفها كل حاجة عن إسماعيل وعن شغله مع الدكتورة. فبتروح فاطمة لإسماعيل وبتعرفه الرسالة اللي وصلتها، وبيعرف منها إن ابنها اتخطف والدكتورة هي اللي خطفتها. وبيرن حجازي على إسماعيل وبيقول له إنهم لازم يرجعوا الواد، ولكن بيعرفوا إن الحكومة جاية تقبض عليهم ولازم يهرب. وبينجح إنه يهرب وبيطلع هو وحجازي وبيتفقوا إنه هينفذوا أوامر الدكتورة، وبيعرفها إنه لازم يكلم فتنة علشان تاخدهم مكان أمان علشان يهربوا فيه. وبتعرف الدكتورة إنهم عايزين يهربوا وبتبعت رجالة تخلص عليهم، وبتوصل الرجالة عندهم وبيبدأ ما بينهم ضرب النار. وبينجح إسماعيل وشقه في إنهم يخلصوا على رجالة الدكتورة، ولكن بيكتشفوا إن فتنة اتصابت من ضرب النار وبيكلموا الدكتورة عشان ينقذوها. وبيروح إسماعيل وحجازي عشان ينتقموا من الدكتورة، وبيقدروا يقتحموا القصر بتاعها وبيفضلوا يضربوا في الرجالة وبيقدروا يخلصوا عليهم كلهم. وبيقدروا يعرفوا من الدكتورة مكان وليد ابن فاطمة، وبيكلم إسماعيل فاطمة بتعرفه إنها مسامحاه علشان رجع لها ابنها، وبتطلب تقابله وده بيكون فخ علشان يقبضوا عليه. ولكن إسماعيل بيكون عارف كويس قوي بده وبيسلم للدكتورة للضابط، وبيبعت فلوس لفاطمة. بيظهر قني وهو بيحاول يهربهم برا مصر، وبيعرف إسماعيل إن عامل حسابه لكل حاجة، وبيعرفه إنه قدر يضحك على كرم حجازي. وبيكون في العربية بيكلم فتنة واللي بتكون قدرت تعيش بعد ضرب النار. وبكده تكون حلقتنا خلصت. في النهاية متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصلكم كل جديد، وتقولوا لنا في الكومنتات ايه الفيلم اللي نفسكم تلخصه لكم واحنا هنلخصه.